الصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في القناة. صدور قرار جديد بشأن زوجة المغترب وإقامتها في السعودية. أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه في حالة رغبة الوافد رب الأسرة بإضافة الزوجة والأبناء القُصّر على رخصة إقامته، فإن الإجراءات تشترط حصول الزوجة المغايرة لديانته على رخصة إقامة مستقلة. وذكرت أن إجراءات طلب إضافة الزوجات والأبناء القُصّر على رخصة إقامة رب الأسرة بتتضمن تعبئة نموذج الطلب ومطابقة المعلومات للواقع زي ما هي مدونة في جواز السفر، وتشمل على توقيع النموذج من رب الأسرة وإحضار جواز سفر الزوجة والأبناء المراد إضافتهم، عليه التأشير الدخول صادرة من السفارة السعودية للإقامة مع ولي أمرهم أو المستند النظامي لإضافتهم. ويجب إحضار صورة مستقلة وملونة بمقياس 4:6 لكل فرد من أفراد العائلة، وإحضار أصل إقامة رب الأسرة المطلوب إضافتهم إليها. وفي حال كانت ديانة الزوجة مختلفة عن ديانة الزوج، فبيتم حصولها على إقامة مستقلة برسوم تانية مقررة، وهي عبارة عن 500 ريال. وده الخبر الجديد النهاردة، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.